يعني أنا عايزة أفهم، يعني ترامب طلع يقول لك إن الحياة في غزة يعني مش هيقدروا يعيشوا، وإن الحياة متدمرة، ومسؤول حماس طلع يقول لك غزة منكوبة. وقاعدين، امال فين الانتصار اللي قاعد تقول عليه يا اخويا؟ وانت وهو طالعين عاملين ممرات وعربيات رايحة وعربيات جاية ولبس افخم لبس وماشيين تشندلوا وتعملوا احتفالات ان انتوا انتصرتوا. دلوقتي بتقول ان غزة منكوبة، مين اللي نكبها؟ مش انت برضو اللي نكبتها وطلعت تجري تحت الحفرة تستخبى، ودلوقتي طلعت من الحفرة تحتفل وجاي تاني تقول منكوبة؟ والناس اللي ماتت كام، 40,000 واحد مات. بعدين يعني برضو امريكا ما شايفة ان مين اللي دمر غزة؟ يعني جايين دلوقتي تقولوا مصر الحقوا بقى، شوفوا مش يعني ما حدش هيعرف يعيش هناك. ما وقفتش ليه الحرب على غزة من زمان كأمريكا يعني؟ ما وقفتوهاش ليه؟ طب المفروض ان انت تحاسب الناس اللي دمرت بقى غزة ديت، مش احنا، مش الحساب الفاتورة مصر هتدفعها بقى. يعني انت سايب اللي دمر واللي عمل، بعدين عايزين بقى نعمر، عايزين نعمل بقى ده غزة يعني مش فيهاش حتة تتعاش فيها. مين اللي دمرها؟ واللي دمرها ده ليه ما يتحاسبش يعني؟ او انت على الاقل تساعد بقى في اعبار اللي هو دمره حبيبك، ولا هو يدمر؟ انت دمر يا حبيبي واحنا هنجيب اللي يصلح. دمر انت، دمر رأي اسمه ايه ده، مصطفى متولي، دمر واحنا بقى اللي نصلح. وجاي ترمي بقى البلاوي بقى على مصر. مصر هي اللي مسؤولة بقى تشوف الناس دي يعني اللي مش هتعرف تعيش في غزة عشان انت قلبك قلب خصاية وصعبان عليك يا سي ترامب. ما تاخدهم يعني، ما انت تعمر لهم بقى بلدهم، ولا تقول لحبيبك اللي رايح تقابله دوت قول له عمر اللي انت خربت؟ ولا انتوا بتستنزفوا بقى الدول بقى بالطريقة ديت؟ يعني للأسف الواحد، يعني الواحد تفائل خير لما قالوا ان ترامب نجح وكده. يعني بصراحة ربنا، واضح ان احنا لسه ما فهمناش السياسة الأمريكية، لسه ما عرفناش أمريكا يعني قد ايه يعني بالنسبة للمنطقة، يعني هي سياسة واحدة. للأسف هو يعني قال ان هو ده جاي بالسلام، لكن واضح ان ما فيش نية سلام أبدا. واضح ان البداية كده يعني أول القصيدة كفر زي ما بيقولوا. فين بقى السلام اللي انت جاي بيه؟ السلام ان انت تيجي تحملنا احنا مسؤولية شعب بحاله، غير ان احنا اصلا 120 مليون، غير اللاجئين اللي عندنا، غير البلاوي اللي عندنا. عايز تحملنا كمان غزة اللي انتوا دمرتوها؟ ما هو اصلا في ناس من غزة قاعدين يعني. ما جاي يعني جاي تكمل على بقيتنا احنا يعني ولا ايه؟ ولا عايز تستعرض بقى عضلاتك يعني في الاول يعني؟ واضح ان السياسة ديت يعني مش هيكون لها اخر. يعني واضح انها هتدمر المنطقة، مش هيبقى في سلام ولا حاجة.